التكاثر بالافتسال. يتم التكاثر بالافتسال بقطع غصن عمره سنة على الأقل من النبات الأم حاملا لعدة براعم، ثم ردمه في تربة رطبة، فيتكون على سطحه المقطوع حديثا والمغمور في التربة جذور، كما تنتفخ البراعم معطية فروعا هوائية. تتكون الجذور على السطح المقطوع بتأثير الهرمونات التي تفرزها البراعم، وهي هرمونات النمو. ومن النباتات التي تتكاثر بالعقل نجد العنب، التين، الرمان، التين الشوكي، والورد. يتم التكاثر بالعقل عندما يكون النبات في حالة سبات. التكاثر بالترقيد. يتم التكاثر بالترقيد بثني أحد أغصان النبات الأم القريب من الأرض، وردم قسم منه بعد إحداث جروح به، وقد يكون الترقيد أرضيا أو هوائيا كترقيد فروع الليمون البعيدة عن الأرض. ومن النباتات التي تتكاثر عن طريق الترقيد الياسمين، الفل، الليمون، والعنب. ويبرز المقطع التالي مثال للترقيد الهوائي. كيف نقوم بعمل ترقيد هوائي لشجرة الحمضيات أو أي أشجار أخرى؟ في البداية نقوم باختيار أفضل الأفرع لهذه الشجرة، ثم نقوم بإدخال كيس بلاستيكي شفاف في الفرع بهذه الطريقة، نقوم بتهيئة المكان. ومن ثم نقوم بإزالة اللحاء بطول بوصة واحدة ووضع مادة الهرمون عليه. مادة الهرمون يسرع عملية الجذور. ونغطيه بالكومبوست، ومن ثم نغلق الكيس من الطرفين.
ونلف عليه بورق من الألمنيوم للحفاظ على الرطوبة. وبعد فترة من الزمان يظهر جذور داخل الكيس ونقوم بفصله من الأسفل وغرسه في مكان آخر. هذا هو عمل ترقيد هوائي للشجرة. شكرا لكم على المتابعة. التكاثر بالتطعيم. يستعمل التكاثر بالتطعيم لتحسين أشجار الفاكهة، ويتم بنقل برعم أو غصن حامل لبراعم يعرف بالطعم ليلتصق بساق نبات آخر يعرف بالأصل. يستفيد الطعم من المجموع الجذري للأصل، ويستفيد الأصل من المجموع الخضري للطعم الذي نرغب في تكاثره. يجب أن يكون الطعم والأصل من نوع واحد أو من جنس متقارب. هناك طريقتان للتطعيم. أولا، التطعيم بالعين، ويتم بوضع برع من نبات الطعم على نبات آخر والذي يعرف بالأصل. تجري هذه العملية وقت صريان النسخ، أي في فصل الربيع. أما النوع الثاني من التطعيم فيتم عن طريق القلم، ويسمى التطعيم بالقلم، والذي يبدأ من جانفي إلى نهاية ماي. وفي المقطع الموالي توضيح لعملية التطعيم. ما هو طرق تطعيم الشجر؟ هناك عدة طرق. أولا، التطعيم بالقلم. هذا هو الأصل وهذا هو الطعم. نقوم بقطع الأصل على حرف تي. ثم نقوم بإدخال الطعم داخل اللحاف. ثم نربط الفرع بالأصل. وأما النوع الثاني هو التطعيم بالعين. نقوم بقطع الأصل على حرف تي مقلوبة. ثم نقوم بإدخال العين داخل. هذا التطعيم بالعين. وأما التطعيم اللساني، هذا هو الفرع. نقوم بشقه من النص.
هاي تطعيم لساني. وفي نوع ثاني التطعيم لساني الإنجليزي. ثم ندخل. هذا هو التطعيم اللساني على الطريقة الإنجليزية. تطعيم بالقلم، تطعيم بالعين، تطعيم لساني، تطعيم لساني على الطريقة الإنجليزية. هذا ما لدينا. شكرا لكم على المتابعة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. سوف أقوم بتطعيم شجرة الليمون من شجرة ذات نوعية جيدة. المراد إكثاره والتطعيم يجب أن يكون بداية فصل الربيع على النحو التالي. بادئ البدء أقوم بتحضير الطعم بطول 3 بوصات، ثم أقوم بإزالة اللحاء من جهة واحدة بطول 2 بوصة تقريبا. ثم يقطع الطرف النهاية بهذا الشكل 3 بوصات. ثم أقوم بقطع اللحاء من أسفل الشجرة، من أسفل شجرة الأصل على حرف T. وتثبيت الطعم داخل اللحاء، ومن ثم ربطه بإحكام بلزاق كهربائي هكذا. يجب أن يكون الطعم ملاصقا بالساق تماما. عليه اللزاق بإحكام. ثم نلف عليه بكيس من نايلون مع ربط
ثم نلف عليه بكيس مع ربط جهتين للحفاظ على الرطوبة. مع مراعاة أن يكون السقي يوميا. ثم بعد شهر ونص تقريبا يظهر براعم صغيرة من الأوراق. عندما رأينا البراعم نفتح الكيس، نفتح الكيس براعم صغيرة. ونقطع جزءا من الساق وترك بوصة 12 بوصة من الأعلى. نتركه لكي ينمو البرعم الصغير. وبعد أسبوع تنمو الأوراق كهذا، والتأكد بأن الطعم متماسك تماما ووصل الفرع بطول 4 بوصات تقريبا. نقوم باستئصال الجزء الأعلى كليا. ونترك الشجرة تنمو. وبعد مرور 2 تقريبا تصل الشجرة بهذه الارتفاع وتكون الثمار فيها كثيرة وجيدة. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء. عباس زينب.